يمكن لفت انتباهي ان في هناك تهديدات شديدة على الانترنت وحملة تقودها 6 ابريل والكفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وبيقولوا انهم بيتعقبوك. كمان بيقولوا قاموا بإصدار منشورات بيقوموا بتوزيعها ضد حضرتك باسم شخص اسمه أحمد بسكاي، بيقول إنه من مصابي الثورة. فعاوزة تعليق حضرتك على هذا الموضوع. يعني هو أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، والله الجماعة دول بيصعبوا عليا. والله لأنهم ما اتدربوش تدريب كامل، هم اتدربوا نص تدريب. وطبعا هم عارفين اللي بيدربوهم، عارفين ان هم دربوهم نص تدريب علشان هم ما لهمش مهمه الا دي. انا عملت تغيير في التكتيك، هم ما عرفوش يتفاعلوا معاه. وانا كنت متعمد عشان اشوف مدى هم وصلوا، يعني اتدربوا لغايه في التدريب. بس فعرفت القصه كلها. فطبعا هم دلوقتي شغالين شغل خايب بقى، شغل مش شغل تكتيك ولا شغل اداره، لا منشورات، لا مش عارف كلام عن النت، لا ده احنا هنجيب لك صورة كنت في الحزب الوطني. هو انا كنت انكرت يا ابني ان انا كنت عضو في الحزب الوطني؟ يا حبيبي ايه عايز تقول علينا من الفلول؟ من الفلول. انما ايديا ايه؟ عمر بن الخطاب كان اشد الكفار غلاظة على النبي محمد. نعم. وعندما هداه الله، ده النبي محمد دعا ربه، النبي محمد دعا ربه قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فدخل ابن الخطاب الإسلام فكان أشد قوة ضد الكفار. نعم. ده إسلام، ده ديننا بقى يا سيدي. اعتبروني إنني كنت من الفلو وعملت زي عمر بن الخطاب وما بقتش من الفلو. سهلة بسيطة. أنا بضرب مثل بإمام مسلمين، ما بضربش مثل بإمام ضلالية ولا إمام ممولين من الخارج ولا إمام واحد بتجسس على بلده ولا إمام واحد بيدمر بلده. أنا بضرب مثل بإمام المسلمين العادل الفاروق عمر، الذي قال كلمة تدق في أذني من وانا طفل: إذا تعثرت دابة في العراق لسئل عمر عنها يوم القيامة لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. ده معناها إيه؟ معناها أنه هيسأل على كل شيء، وأنه مسؤول عن عدل البهائم والأغنام والحيوانات. يعني لو جاعت دبة هيسأل عنها عمر. طب ده معناه ايه؟ معناه ان صاحبها ما هوش حالته الاقتصاديه كويسه فمش قادر ياكلها. فاذا ان الدوله ان الحاله الاقتصاديه في البلد فيها فقر، فانعكس على الحيوانات البهائم. فهيتسأل عمر. نعم. فانا بقول لهم عشان تكبروا دماغكم، انا مثلي في هذا الموضوع سيدنا عمر بن الخطاب. انا يا سيدي فلول؟ لا، كنت من الفلول الكبار يا عم كمان. واستحميت. هقول لهم ايه؟ كنت من الفلول الكبار وقلبت بقيت من الصوار.